حفل تكريم المشاركين في قوة الواجب القطرية التي عملت في ليبيا، والذي أقيم في ميدان معسكر للدحيليات بالشحانية. وفي بداية الحفل عزف النشيد الوطني القطري. بعد ذلك قام سمو نائب الأمير ولي العهد باستعراض طابور المشاركين في قوة الواجب القطرية، وصافح سموه الضباط والأفراد المشاركين فيها، وألقى سموه كلمة نوه فيها بالقرار الشجاع الذي اتخذه سمو الأمير المفدى بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في محنته. الرحيم. اخواني ضباط وجنود الجيش القطري البواسل، انه لمن دواعي السعاده ان التقي معكم هذا الصباح لايفائكم حقكم بالتكريم باسم حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى، وبالاصاله عن نفسي وباسم شعب قطر، وذلك بعد ادائكم الواجب الوطني على اكمل وجه في ليبيا الشقيقه. لقد نفذتم المهمة بنجاح، هذا واجبكم الوطني، والجندي لا ينتظر تكريما، فقيامه بواجبه الوطني هو كرامته. ونعلم جميعا أنه كان لتنفيذ هذا الواجب الوطني تحديدا أبعاد قومية وإنسانية سوف تدرسها وتكتب عنها الأجيال القادمة. لقد اتخذ سمو أمير البلاد المفدى قرارا شجاعا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في محنته، حين كانت قوات النظام السابق تتقدم نحو بنغازي لارتكاب مجزرة بحق الشعب الليبي الذي انتفض من أجل حقوقه المشروعة. لم يكن القرار سهلا، ولكن كان قرارا تاريخيا وحاسما ترتب عليه العمل ليلا ونهارا لنصرة الشعب الليبي، وقد أثمرت ذلك بوقوف دول عديدة معنا، بدءا من مجلس التعاون والجامعة العربية، ثم أصدقاء ليبيا، ونهاية بمجلس الأمن. ونجح رهاننا على نصرة الحق، وحين آن أوان فادكم رفعتم رؤوسنا جميعا. لقد نفذتم المهام بهدوء وتواضع وفي ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ويعرف الثوار الليبيين حق المعرفة أهمية دوركم المصيري إلى جانبهم في تلك الأيام الصعبة. لقد كنتم الجنود المجهولين في المعركة، ولكننا نريدكم اليوم أن تتأكدوا أنكم ضباطا وجنودا لم تكونوا مجهولين بالنسبة لنا. بمثل عزيمتكم وإرادتكم سوف تواصل قطر طريق التطور وبناء الدولة الحديثة وطريق التنمية المستدامة لصالح شعبنا، فهذه مهمتنا الرئيسية. نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، وليس وظيفتنا ولا يخطر ببالنا تغيير نظام أو فرض نظام سياسي على أحد. الشعب الليبي هو الذي خرج مطالبا بحقوقه، وهو الذي ناضل وضحى وقدم الشهداء، ونحن وقفنا معه دون قيد أو شرط ضد القتل بالجملة. فيكفي أن يتوقف القتل لكي تختار الشعوب نظامها ونمط حياتها بحرية. نهنئكم بالعودة سالمين إلى أرض الوطن، ونحن على ثقة أنكم ستكونون دائما كعهدنا بكم على قدر المسؤولية وأهلا للمهمات الجسام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تحدث السيد سالم قنان نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي إنابة عن سعادة المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس. نحيي في هذا اليوم رجال المواقف، رجال النخوة ونصرة المظلوم، سمو الأمير المفدى الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده، واللواء حمد بن علي العطية رئيس الأركان، وحكومة قطر وشعب قطر الشقيق الذين وقفوا معنا في أيام المحنة. أحمل إليكم تحيات الشعب الليبي ورئيس المجلس الانتقالي وأعضائه وحكومته وسمو الأمير وولي عهده وحكومة قطر وشعب قطر. نكرم في هذا اليوم رجال كانوا على الموعد يوم انتفض الشعب الليبي وقام بثورة 17 فبراير، لبوا النداء وفزعوا لنصرة الثورة، فامتزجت الدماء، دماء الشهيد علي حسن الجابر، وامتزج العرق، وغبر تراب ليبيا أقدام هؤلاء الأبطال. دخلوا إلى جميع الجبهات ودخلوا إلى جميع المدن والقرى، وجابه الطاغية القذافي وأسلحته بكل عزم وقوة مع إخوانهم الليبيين. افترشوا الأرض والتحفوا السماء وبقوا في كل الجبهات حتى انتصرت الثورة. فشكرا لأهل قطر، شكرا للأبطال الأشاوس. نحن نقول أبناء ليبيا وأهل ليبيا لن نجحد ولن ننكر موقف قطر الشقيقة، هذه الدولة التي أعطت لثورة ليبيا كل ما تملك ووقفت في كل مكان. فهنيئا لهذا الشعب، هذا الشعب البطل الذي سوف يكتب له التاريخ بأحرف من نور هذه المواقف، وسيبقى على مر الزمن والسنين تاريخه ناصع أمام الشعب الليبي. فهنيئا لكم أيها الإخوة القطريين، نحن إخوة إلى الأبد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تحدث سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة. نرحب بتشريف سموكم حفل تكريم المشاركين في واجب ليبيا. لقد كلفت القوات المسلحة من سيدي سمو الأمير حفظه الله بواجب مساعدة الشعب الليبي متمثلة في سموكم، وقد قامت القوات المسلحة بمهام التوجيه والتدريب والتنظيم والعمل الإنساني والإغاثة والإخلاء الطبي أثناء العمليات في ليبيا. وقد قدمت القوات المسلحة القطرية وكل من شارك معها من جهات أمنية ومدنية الصورة المشرفة لدولة قطر بوقوفها إلى جانب الشعب الليبي في الظروف الصعبة التي مر بها، وذلك لرفع الظلم عن المظلوم. وفي ختام الحفل قام طابور المشاة والآليات العسكرية التي شاركت في قوة الواجب بليبيا بالاستعراض أمام سمو نائب الأمير ولي العهد نائب القائد العام للقوات المسلحة، قبل أن يشهد سموه عرضا للقفز المظلي.